لو انت واحد من الاربع اشخاص دول، سواء كنت دكتور اسنان لسه متخرج قريب وعايز تتعلم مهاره بشكل مجاني تماما تخليك مطلوب في اي مركز وتزود من علاقاتك وفرص شغلك مع عيادات الاسنان، او سواء كنت دكتور اسنان وعندك عياده اوريدي بس مش قادر تدفع لمصور او الفيديو اديتور كل شهر مبلغ وقدره وعايز تعمل كونتنت على السوشيال ميديا، او سواء كنت دكتور اسنان وعايز تشتغل فريلانس وتكسب من بره العياده من اللابتوب الخاص بيك بس، فمحتاج هنا لابتوب فقط مش اكتر، او سواء كنت فيديو اديتور او شغال في مجال الميديا بشكل عام وعايز تشتغل مع عيادات اسنان في مجال التنافس فيه مش عالي جدا. فالكورس ده باذن الله معمول ليك. الكورس ده انا هشرح فيه مهاره الدنتال موشن ديزاين واستخدام الاي اي بشكل مجاني تماما. طيب ايه هي مهاره الدنتال موشن ديزاين؟ هي عباره عن مهاره ان احنا بنجيب صور الكيس او صور الحالات بتاعتنا بيفور وافتر، وبدل ما نعرضها على شكل صوره بنعرضها على شكل فيديو في انيميشن وشكله لذيذ بيعمل انجيجمنت وبيزود من التفاعل وبيخلي شكل البيج او شكل العياده مور بروفيشنال. خلونا نشوف كده فيديو مع بعض مثال لمهاره الدنتال موشن ديزاين. خلونا كده نتفرج على الفيديو ده سوا. طيب بعد ما اتفرجنا على الفيديو فاحنا كده خدنا فكره مبسطه عن ايه هي المهاره دي، ايه مهاره الدنتال موشن ديزاين، وده باذن الله اللي احنا هنشرحه في الكورس. خلوني اعرفكم بقى بنفسي الاول. انا دكتور زياد عادل، خريج دفعه طب اسنان المنصوره 2024. شغال بقالي اكتر من سنتين في مجال الميديا مع عيادات الاسنان تحديدا. اشتغلت الحمد لله مع اكتر من 200 عياده ومع اكتر من 200 ايجنسي على مستوى العالم، وحاليا الحمد لله شغال مع عيادات في مصر وفي السعوديه وفي كندا. انا بعمل ايه؟ ببدا ان انا اعمل الكونتنت استراتيجي الخاص بعيادات الاسنان، ببدا ان انا اكتب السكريبتات، نصور الفيديوهات بتاعتنا، ونبدا ان احنا نعمل اديت للريلز، ونبدا ان احنا نعمل بوستنج على السوشيال ميديا بحيث ان احنا نوصل للانجيجمنت اللي احنا عايزينه والهدف اللي احنا عايزينه من المهارات دي او من التواجد على السوشيال ميديا. طيب انا باذن الله النهارده جاي اشرح مهاره معينه وهي الدنتال موشن ديزاين، بس قبل ما اشرحها عايزين نتعرف الاول بشكل عام احنا بنشرحها ليه، وهل هي الشيء الوحيد في عيادات الاسنان، او دي شكل الكونتنت الوحيد اللي انا اقدر اعتمد عليه مع دكاتره الاسنان، ولا في اشكال كونتنت تانية، وهل هي اصلا مهاره ليها مصدر دخل ولا ملهاش مصدر دخل وهكتفي بس انها هتزود لي بس علاقاتي ومعارفي ولا لا. كل ده ان شاء الله هجاوبكم عليه باذن الله تباعا بالتفصيل. اولا خلينا نجاوب على هل المهاره دي بتجيب فلوس او اقدر ان انا اجيب منها شغل ولا لا. ايوه طبعا، وشرحت ده اوريدي اصلا في فيديو على اليوتيوب مدته نص ساعه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ده بالنسبه لي جوابي على اول سؤال، هل المهاره دي ليها مصدر دخل ولا لا. فهي ليها مصدر دخل مستقل منفصل وكويس جدا، ولكن هي لوحدها مش كفايه. زي ما قلت لكم احنا محتاجين ان احنا لو هنتعلم او لو هنخش في مجال الميديا محتاجين ان احنا نخش فيه بشكل كامل، ومجال الميديا هو مجال واسع وكبير جدا. محتاجين ان احنا نتعلم ازاي نكتب سكريبتات، ازاي نعمل استراتيجي للكونتنت، ازاي نبدا ان احنا نعمل ماركتنج فانل، او ان احنا نبدا ان احنا نحلل العياده دي محتاجه ايه، ومحتاجين ننزل كونتنت شكله عامل ازاي للعياده. فالدنتال موشن ديزاين هي من اشكال المحتوى اللي عيادات الاسنان محتاجاه حاليا. يعني لازم يكون موجود على عيادات الاسنان. لو هو يعني لو الدكتور حابب ان هو يكون متواجد على السوشيال ميديا، فهو محتاج ان هو يظهر الحالات او يظهر الشغل بتاعه للناس. وعلشان يظهر الشغل بتاعه للناس فلا يفضل انك تنزل صور دلوقتي. زي ما احنا عارفين الفيديوهات هي اكتر حاجه بتنتشر، والريلز تحديدا هي اكتر حاجه منتشره. فبنبدا ان احنا نعمل فيديو بسيط زي ما شفنا مع بعض من شويه، بيخلي الانجيجمنت اعلى وبيخلي شكل البيج زي ما قلت لكم مور بروفيشنال. خلونا نتكلم دلوقتي ايه هي اشكال المحتوى الخاص بعيادات الاسنان على السوشيال ميديا. علشان نعمل محتوى لعيادات الاسنان فاحنا محتاجين نعمل فانل. يعني ايه فانل؟ يعني احنا بنخلي الكونتنت بتاعنا بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي مرحله التوب فانل، هي بدايه النفق. احنا بنعمل زي نفق من فوق لحد ما ننزل للنفق لتحت. النفق بدايته الناس بتخش منه، بتعرفك الاول، بعد كده بتثق فيك، بعد كده بيتحولوا لناس بيجوا لك العياده اوريدي. بما اننا بنتكلم على عيادات الاسنان وبنتكلم على الكونتنت الخاص بعيادات الاسنان. طيب ايه هي اشكال الفانل؟ زي ما قلت لكم اول حاجه عندنا التوب فانل او التوفو، والميدل فانل او الموفو، والبوتوم فانل او البوفو. في
في التوب فانل احنا بنعمل حاجه زي ما مكتوب قدامكم كولد اودينس او برود ريتش. احنا عايزين نوصل للناس، احنا عايزين نخلي الناس عندها معرفه بينا، فبنبدا ان احنا نعمل ريلز او فيديوهات بتعرف الناس بالعياده بتاعتنا، سواء ان احنا نعمل حاجه زي فيها ترند مثلا او كده، ولكن في حدود المسموح بيه، لاننا في الاول وفي الاخر اطباء اسنان ولازم نطلع ببوزيشن يليق بينا على السوشيال ميديا. او ان احنا نعمل ريلز يكون فيها هوكس كويسه وحاجه ان هي تجذب الناس وتجيب فولورز. عامه في البدايه احنا عايزين الناس تعرفنا الاول وتعرف الناس بينا. بعد كده بنبدا ان احنا نعمل الميدل اوف فانل، او نعمل زي حاجه اسمها وورم فولورز، او ان احنا نخلي الناس تثق فينا ونبني تراست. بنبني تراست ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل بيفور وافتر، بنعرض كيس مثلا او اديوكيشنال ريلز، بنبدا ان احنا ننزل ريلز تعليميه اكتر من ما بنكون مثلا بنعمل حاجه ليها علاقه بالترندات او ليها علاقه بان احنا نعمل ريلز ليها علاقه بالهوكس. لا، احنا بنعمل ريلز تعليميه وبنبني ثقه، نبدا ان احنا نحكي قصص البيشنت اللي عندنا. بعد كده البوتوم اوف فانل بنبدا ان احنا نعمل فيها بنبدا ان احنا نظهر فيها زي البيفور والافتر بتاعتنا، ونبدا ان احنا نظهر لو في عروض، ولكن انا لا ارجح العروض في شغل العيادات، او نبدا ان احنا نشجع الناس ان هم يحجزوا في العياده عندنا. فدي اشكال الكونتنت الخاص او الفانل الخاص، الماركتنج فانل ستيجز الخاص بعيادات الاسنان او الخاص باي بزنس عامه. طيب علشان نعمل الفانل ده فاحنا بنبدا ان احنا نكتب سكريبتات، او نبدا ان احنا نكتب كونتنت خاص بالعياده على حسب كل بوزيشن او على حسب كل عياده محتاجه ايه بالظبط، في حاجه اسمها الكوبي رايتنج فورمولا. يعني ايه كوبي رايتنج فورمولا؟ يعني احنا بنبدا ان احنا نطبق الفانل دي بشكل كتابي معين. اشكال الكتابه دي احنا مش هنتعمق فيها، احنا جايين نشرح باذن الله مهاره الدنتال موشن ديزاين، ولكن انا هشرحها كده سريعا بشكل عام جدا. عندنا شكل من اشكال كتابه المحتوى اسمها الايدا، AIDA. الاي هي الاتنشن يعني بتخلي الشخص اللي بيتفرج عليك، يعني انت دلوقتي جاي تكتب سكريبتات او جاي تكتب او تعمل استراتيجي خاصه لعياده اسنان، فيمكن تمشي على الفورمولا دي، ويمكن تمشي على الفورمولا دي، ويمكن تمشي على الفورمولا دي، ويمكن تعمل ميكس ما بين الثلاثه، ويمكن تمشي على فورمولا رابعه خالص. في اشكال كتير جدا، ولكن انا هشرح لكم الثلاث اشكال دي بشكل سريع جدا وبشكل عام. بعد كده باذن الله هنبدا ان احنا نخش في مهاره الدنتال موشن ديزاين ونتكلم عليها بالتفصيل ونشرحها باذن الله من الصفر. طيب اول حاجه احنا محتاجين ان احنا نعمل زي ما قلت لكم الاتنشن يعني ان احنا نخلي اللي بيتفرج على الفيديو يستوب السكرول. يعني هو فاتح دلوقتي السوشيال ميديا، فاتح الانستا او التيك توك وعمال يعمل سكرول، اول ما هيشوف الفيديو بتاعك احنا عايزين يوقف السكرول. علشان نعمل ده بنبدا ان احنا نعمل كونتنت فيه هوك او كونتنت فيه ترندات زي ما اتكلمنا من شويه. يعني ده كونتنت خاص بالتوب اوف فانل، ده توفو، ده توب اوف فانل. تمام. بعد كده عايزين ان احنا نخليه انترست، بعد ما جذبنا انتباهه وعايزينه يكون مهتم. الشكل ده احنا يمكن نعمله في سكريبت واحد، يمكن نعمله على سكريبتات كتير، يمكن نعمله على مراحل. فهي دي كلها راجعه للاستراتيجي اللي احنا هنبنيها لكل عياده. زي ما قلت لكم انا بشرح بشكل عام دلوقتي بس ايه هي اشكال كتابه المحتوى. بعد كده انت عايز ان انت تعمل انترست، عايز تخلي الشخص ده مهتم بالمحتوى اللي انت بتقدمه. فعلشان تخليه مهتم تبدا ان انت تقدم له معلومه، اديوكيشنال كاروسل مثلا، او تعمل له اديوكيشنال ريلز بتعرفه معلومه هو مش عارفها، فيهتم، هيحس ان هو لا عرف حاجه جديده منك، انت افدته بحاجه، فيكون مهتم باللي انت بتقدمه. بعد كده الديزاير هتبدا ان انت تبني او تخلق جواه رغبه بان هو عايز اللي انت بتعمله ده. طيب ازاي بتخلي او تخلق جواه الديزاير دي؟ عن طريق ان انت بتعرض له البيفور والافتر، وده اللي احنا هنتعلمه باذن الله في الدنتال موشن. بتبدا ان انت هتبني جواه الديزاير ان هو عايز يعمل زي او عايز يوصل لنفس النتيجه اللي هو شافها في الفيديو اللي قدامه ده. او بتبدا ان انت تعمل ريل بتحكي فيه قصه بيشنت جالك العياده وكان عامل ازاي وبقى عامل ازاي والترانسفورميشن اللي حصل له. فده انت بتبني كده جواه الديزاير. بعد كده انت عايزه ياخد الاكشن ان هو يحجز، ان هو يجي لك العياده، او ان هو يحجز كشف، او ايا كان انت بتعمل ايه. مثلا لو انت دكتور مثلا مختص في الامبلانت، او دكتور بتعمل فينيرز او فانت بقى بتبدا ان انت تدي له زي كول اوف اكشن او كول تو اكشن سوري. بتبدا ان انت تقول له ابعت لي رساله او احجز دلوقتي او سيب لي كومنت وهبعت لك العروض او فدي كلها بتخليك ان انت تخلي اللي بيتفرج على الفيديو ياخد اكشن. فده شكل من اشكال كتابه المحتوى الخاص بعيادات الاسنان. وزي ما انتم شايفين عندنا حته الديزاير نبدا ان احنا نعملها عن طريق ان احنا بنعمل فيديو بيفور وافتر، عن طريق ان احنا بنعمل فيديوهات زي فيديوهات الدنتال موشن او البيشنت ستوري. فده شكل من اشكال كتابه المحتوى. طيب شكل تاني هو الاي تي سي. يعني الاي تي سي الاويرنس، انت بتعرف الناس بيك. الاويرنس زي ما انتم شايفين برضو بنعمل هوك دريفن ريلز، بنبدا ان احنا نعمل ريلز فيها هوكس بتخلي الناس توقف السكرول. بعد كده بنبدا ان احنا نعمل ترند زي ما قلت لكم في حدود المسموح، او نعمل زي مثلا POV فيديوهات مثلا دمها خفيف، فيديوهات كوميديه، فيديوهات لذيذه كده لايت، تبدا ان هي تجيب انجيجمنت، تجيب فولورز، تعرف الناس بيك اكتر واكتر.
هنا انت بتتراك ايه، انت عايز تعمل ريتش وعايز الناس تعمل شيرز وعايز الناس تعمل سيف للفيديو بتاعك، عايز تتشاف اكتر على السوشيال ميديا ويعملوا لك فولو. بعد كده بتبني التراست، بعد ما عملت اويرنس والناس عرفتك عايز بقى تبني تراست. فعشان تبني تراست محتاج ان انت تظهر لهم ان انت بتعرف تشتغل، محتاج ان انت تبين لهم ان انت عندك العلم. فبتبدا ان انت تعرض مثلا بيهايند ذا سينز مثلا وانت شغال في العياده. يمكن بتشوفوا فيديوهات على السوشيال ميديا بتلاقوا مثلا فيديو للدكتور وهو شغال لبيشنت متصور بشكل بروفيشنال ومعمول له اديت بشكل بروفيشنال، فده البيهايند ذا سينز. او انت تبدا تعمل بيفور وافتر كيس زي الفيديو اللي احنا لسه شايفينه مع بعض، وهي مهاره الدنتال موشن ديزاين اللي احنا باذن الله هنتعلمها مع بعض. او تبدا ان انت تعرض زي ما قلت لكم بيشنت ستوري، بتحكي قصه بيشنت جالك العياده والترانسفورميشن اللي حصل له. هنا انت بتتراك ان الناس تخش البروفايل عندك ويبعتوا لك رسائل ويعملوا لك فولو، وفي نفس الوقت يكون عندهم الديزاير ان هم يجوا لك العياده. بعد كده بتبدا ان انت تعمل كونفرجن. كونفرجن ان انت بتترن الفولورز، بتحولوا الفولورز اللي عملوا لك فولو في الحته بتاعه التراست وفي الحته بتاعه الاويرنس، بتحولهم ان هم ناس او بيشنتس عندك في العياده، عن طريق ان انت بتقدم لهم سواء عروض او تخليهم ان هم تشجعهم ان هم يبعتوا لك رسائل، او تعمل مثلا هايلايتس تبين عنوان العياده، تبين مثلا لو انت عندك فروع تبين الفروع اللي عندك فريق طبي تبين الفريق الطبي اللي موجود عندك في العياده، وهكذا. وتشجعهم ان هم او ان انت تحول الفولورز دول او تعمل كونفرجن للفولورز دول انتو بيشنتس. بعد كده شكل اخير من اشكال كتابه المحتوى اللي احنا هنتكلم عنه، ودي طبعا مش كل الاشكال، عندنا اشكال اكتر بكتير، ولكن دي اللي انا هكتفي بيها علشان نبدا باذن الله على طول في شرح الدنتال موشن ديزاين او المهاره بتاعتنا. عندنا شكل اسمه 4 بيز. 4 بيز يعني عندنا 4 بي. اول بي بتمثل بروميس، وتاني بي بتمثل بيكتشر، والتالتة بتمثل بروف، والاخيره بتمثل البوش. ايه البروميس ان انت بتبدا ان انت تقول للبيشنت بتوعده بحاجه انت هتنفذها له في العياده عندك. زي مثلا مثال مكتوب قدامكم، بين فيلي روت كانال ان وان فيزيت، انت هتعمل له علاج عصب او حشو عصب في جلسه واحده من غير وجع. فانت كده وعدت البيشنت بحاجه، وبتبدا ان انت تكتب سكريبت خاص بالشيء ده. انت بتوعد البيشنت انت هتعمل له الشيء ده وتكتب له سكريبت خاص على السوشيال ميديا. بعد كده البيكتشر بتوري له الصوره علشان يتخيل ايه اللي هيحصل له. فانت بتشرح له زي مثلا ده يمكن يكون مثلا educational ريل، انت تعمل له فيديو تعليمي بتبين له الصوره الكامله. يعني هو لما يخش العياده هو موجوع ازاي، هيخش ويعمل جلسه علاج عصب او روت كانال تريتمنت من غير ما يحس ببين. فانت بتبين له الصوره دي، بتوضح له الصوره دي، بتهيلب ذيم ايماجين هافينج ات، بتخليه يتخيل ان هو هيحصل على الخدمه دي فعلا. بعد كده البروف. في البروف هنا بنبدا ان احنا نعرض له فعلا دليل احنا عملناه في العياده، حاجه عندنا او زي ايفيدنس عايزين نوري له دليل. هنا مثلا بنبدا ان احنا نوري له بيفور وافتر زي مهاره الدنتال موشن ديزاين. علشان كده انا بشرح لكم الفورمولا عشان اوريكم اهميه تعلم مهاره الموشن ديزاين لو انتوا عايزين انتوا تعملوا كونتنت خاص لعيادات الاسنان. فالبروف بتبدا ان انت تعرض له بيفور وافتر اللي هي الموشن ديزاين، بتبدا ان انت تعرض له فيديو بتوريه البيفور والافتر بتاع الكيس بتاعتك، او بتوري له مثلا قصه بيشنت ستوري، بتحكي قصه بيشنت في ستوري او في ريل، او بتعمل زي بيشنت تستيمونيال، بتبدا تخلي البيشنت يطلع بوشه ويحكي قصته او الجيرني بتاعته في العياده، هو كان جاي ازاي وايه الخدمه اللي جات له في العياده، ايه المشكله اللي هو كان بيعاني منها وكان خايف من ايه، وحلينا المشكله دي ازاي في العياده. فبيكون ده فيديو على السوشيال ميديا، بنلاقي فيديوهات لبيشنتس طالعه بتتكلم وبتشكر في عياده معينه، فهي دي البيشنت تستيمونيال. او البروف ان انت بتعرف تشتغل او بتوري للناس ان انت اوريدي فعلا الحاجه اللي انت وعدتهم بيها واديتهم صوره عنها انت بتعرف تعملها فعلا، وادي الدليل على كلامي اهو. بعد كده بتبدا ان انت تديهم بوش، بتخليهم او بتديهم سبب ان هم يجوا لك العياده، عن طريق ان انت مثلا تقول لهم ان الاماكن محدوده، في اوفر معين، ابعتوا لي مثلا على الدي ام وهنحجز لكم ايا كان. ودي يعني الموضوع ده كبير جدا مش هنتطرق له. احنا باذن الله دلوقتي بعد ما خدنا فكره عامه عن اشكال الماركتنج لعيادات الاسنان وعن الفانل ستيجز اللي احنا بنمر بيها علشان نعمل كونتنت على السوشيال ميديا لعيادات الاسنان، هنبدا نتكلم باذن الله دلوقتي على شكل من اشكال المحتوى اللي هي الدنتال موشن ديزاين اللي كانت موجوده اوريدي في اكتر من شكل من اشكال كتابه المحتوى، وهتلاقوها دايما موجوده لابد منها لعيادات الاسنان لو عايزين يكونوا او لو العياده عايزه يكون ليها تواجد على السوشيال ميديا. البيفور والافتر بتاعه الكيسز هي شكل من اشكال المحتوى لا غنى عنه. باذن الله هنبدا في الفيديو اللي جاي على طول نتكلم على المهاره بتاعه الدنتال موشن ديزاين، ونبدا ان احنا نطبق عليها بشكل عملي اكتر، ونبدا ان احنا نشرح الفيديو ده تحديدا اللي احنا اتفرجنا عليه سوا. هنبدا ان احنا نشرح الفيديو ده اتعمل ازاي من الصفر، ولكن بعد ما نبدا ان احنا نشرح اساسيات البرنامج وايه هي البرامج اللي احنا بنحتاجها. ده كله باذن الله هبدا ان انا اشرحه في الفيديو الجاي، واي حاجه شرحتها في الفيديو ده او اي لينك اتكلمت عنه في الفيديو ده هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن.